السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده اليوم الثامن معانا. النهارده زي ما حضراتكم عارفين هنغير الفرشه. انا بس حبيت اغيرها كده وانتوا مش معايا على في الفيديو علشان بس ما اطولش في فتره الفيديو بتاعنا. انا مسحتها زي ما عارفين زي كل مره وغيرت النشاره، وابتدي احط الماده بتاعتنا اهي اللي احنا بنرشها كل 3 ايام كده في الارض، في كل جزء كده زي ما شايفين. عرفنا يا جماعه اللي بيربي كميه كبيره. في ناس ما بتغيرش الفرشه، في ناس بتعتمد بس ان هي بتقلب الفرشه وكل فتره بتزودها. طيب كل ما هنزود كل ما هنحط برضو من الماده دي فوق النشاره اللي بنزودها، يعني كل مره هنزود فيها نشاره، كل مره هنحط فيها برضو نفس الماده، كل جزء كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بصوا يا حبايبي البط بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك بدأ حجمه كمان يكبر. بصوا كده، انا عايزه اوريه لكم بس حجمه بدأ يزيد معانا، بدأ كمان يطلع له ريش في الديل. احنا النهارده لسه 8 يوم. النهارده هنعمل ايه مع البط بتاعنا؟ ابتدي بس كده الاول ننزله. طبعا يا جماعه حاولوا يعني الماده دي بس علشان ايه ما تخليش البط يكح وانتوا بترشوها، لان هي ليها ريحه شويه كده وهي بتترش، يعني ممكن تشرق البطايه، فعشان كده انا بشيلهم قبل ما برشها. لو هترشوها وهم موجودين في المكان بتوطوا ايديكم قوي على الارضيه، يعني بتخلوا ايديكم قريبه كده من الارضيه وانتوا بترشوا عشان بس ما يضايقهمش، لكن هي ما فيهاش اي ضرر عليهم خالص. انا بس علشان الريحه بتاعتهم هبتدي انزل بالاكل بتاعهم كده بسم الله. بس يا حبايبي الاكل ده علشان بس ولادي يدخلوا زودوه من غير ما يعرفوني، فانا طبعا مش هقدر اغيره لهم الا لما يخلصوا ده. وهنا النهارده بقى هنحط حاجه كمان في الميه، نبتدي ننزل بالنسق كده بتاعتهم وننزل لهم بالميه وهنشوف هنحط ايه النهارده. معلش اعذروني يا جماعه لاني ببقى ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، علشان كده ما ببقاش مالكه التليفون قوي. نسمي ده كده نبتدي ننزل بالميه بتاعتنا. بصوا يا حبايبي الطاجن ده بيشيل لتر ميه، يعني هما ال2 لتر بيجوا في ال2 طاجن زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني احنا هنا كده هنعتبر كل طاجن او كل لتر ميه بقى على حسب ما انتوا بتحطوا لهم في ايه، هنحط عليها نص معلقه كبيره من الخل الابيض بتاعنا العادي، الخل بتاعنا بتاع الطبيخ. هنحط نص معلقه كبيره كده في الميه، ودي مش باستمرار يا جماعه، دي بس بتبقى حلو للسموم، بتنضف الكبد من اي سموم للطائر عموما، بط بقى، وزي، فراخ، رومي، حلو قوي انك تحط لهم معلقه كل اسبوع كده، بس ما نزودش عن كده علشان ما تهريش الكبده معانا. يعني انا بشوف ساعات فيديوهات بتقول كل يوم، لا طبعا غلط جدا انك تحط لهم خل كل يوم، دي هي كل اسبوع حلوه قوي للطائر. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا ريت اكون ضيفه كده خفيفه عليكم وبقدر افيدكم في كل معلومه بوصلها لحضراتكم. وطبعا متشكره جدا للاشتراكات اللي جات لي جديده. ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.